في لحظات كتير في حياتنا بنحس إننا واقفين في مكاننا، مش قادرين نكمل، مش عارفين نغير. ساعتها الحل مش دايماً بيكون حد يساعدك. أوقات كتير الكتاب الواحد هو اللي ممكن يغير لك كل حاجة. أول كتاب هنتكلم عنه هو العادات الذرية لجيمس كلير. الكتاب ده بيتكلم عن فكرة بسيطة لكن عبقرية، إنك لو غيرت حاجات صغيرة جدا في يومك هتلاحظ النتائج الكبيرة مع مرور الوقت. جيمس كلير بيقولك مش لازم تبقى شخص جديد، خليك نفس الشخص لكن بعادات جديدة. يعني بدل ما تصحى متأخر غير عادة النوم بدري، بدل ما تضيع وقتك على الموبايل غير عادة التشتت. الكتاب ده بيشرح إزاي تبني عادة وتخليها تستمر معاك طول العمر بخطوات بسيطة. الكتاب التاني هو قوة الآن لإيكهارت تول. الكتاب ده محتاج تركيز وتأمل لكنه فعلاً بيغيرك من جوه. فكرته الأساسية بتقول إنك مش أفكارك، أنت وعيك بيها. يعني أنت مش القلق، مش الغضب، مش الماضي، مش المستقبل، أنت الشخص اللي بيشوف ده كله وبيقدر يتحرر منه. لما تفهم ده هتلاقي نفسك هديت وحررت نفسك من الصراعات الداخلية، وده هيخليك شخص أقوى وأهدأ في نفس الوقت. الكتاب الثالث هو فكر تصبح غنياً لنابليون هيل. رغم إن اسم الكتاب ممكن يخدعك وتفتكر إنه عن الفلوس بس، الحقيقة إنه بيتكلم عن طريقة التفكير اللي بتوصلك لأي نجاح. نابليون هيل قضى 25 سنة يدرس أنجح الناس في العالم، وطلع بقواعد لو طبقتها هتنجح في أي حاجة مش بس الفلوس. الكتاب ده بيخليك تبني إيمان بنفسك وتحط خطة وتنفذ وتكمل حتى لو الدنيا وقعت حواليك. أما الكتاب الرابع فهو كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي. الكتاب ده هو أساس فن التواصل وبناء العلاقات. لو بتعاني من الخجل أو مش عارف تتعامل مع الناس بطريقة محترفة، الكتاب ده هيعلمك إزاي تكسب احترام وحب الناس من أول لقاء. كارنيجي بيقدم نصائح عملية زي الناس بتحب اللي يسمعوا أكثر من اللي يتكلموا، وده بيعزز مهارات التواصل ويخليك قادر تسيطر على المحادثات بسهولة. الكتاب الخامس هو لا تحزن لعائد القرني. الكتاب ده مش مجرد كتاب ديني، ده كتاب تحفيزي بيوجهك كيفية التغلب على الحزن، التعامل مع المشاكل، والاستفادة من المحن في حياتك. عائد القرني بيذكر فيه كيف تتعامل مع القلق وتعيش الحياة بطريقة إيجابية، وده هيساعدك تغير تفكيرك بالكامل وتحسن حالتك النفسية. أما الكتاب السادس فهو الجرأة على أن تكون مكشوفاً لبريني براون. الكتاب ده بيشجعك على التعامل مع مشاعر الخوف والضعف بطريقة مختلفة. بريني براون بتتحدث عن الضعف وإزاي ممكن يكون هو نقطة قوتك، وده بيغير فكرة كبيرة عن كيفية بناء علاقات صادقة وكيفية تقبل نفسك كما أنت. الكتاب ده هيفتح لك عيونك على فكرة إن القوة الحقيقية بتيجي من الاعتراف بالضعف. الكتاب السابع هو العيش ببساطة لجوناثان فوير. إذا كنت حاسس إن حياتك معقدة، الكتاب ده هيساعدك تعيد ترتيب أولوياتك. جوناثان فوير بيخليك تفكر في البساطة في كل حاجة، سواء في الحياة الشخصية أو العملية. إزاي تقلل الفوضى من حياتك وتركز على الأمور المهمة وتعيش حياة أكثر سعادة وراحة بال. وأخيراً الكتاب الثامن هو ابدأ من حيث أنت لجون سي ماكسويل. الكتاب ده رائع لو كنت مش عارف تبدأ في مشروعك الشخصي أو تحس إنك متأخر عن غيرك. ماكسويل بيقولك إن أهم حاجة هي إن تبدأ من مكانك مهما كان، وتبدأ في خطوة صغيرة تساعدك توصل لهدفك. هو بيساعدك على الإيمان بقدراتك ويعلمك كيف تطور مهاراتك خطوة بخطوة. وطبعاً زي ما قلنا قبل كده، أحب أعرف منكم تحبوا نعمل حلقة عن أي كتاب من الكتب اللي اتكلمنا عنها. اختاروا في التعليقات وأنا هكون جاهز لتحضير الحلقة الجاية. الكتب دي مش مجرد كلام مكتوب على ورق، دي أدوات لتغيير نفسك. كل كتاب من دول فيه كود لتغيير حياتك وبيساعدك تتطور وتتقدم في مسار الحياة بشكل مش طبيعي. الأفكار اللي هتاخدها من الكتب دي هتساعدك في كل حاجة: العلاقات، العمل، الصحة النفسية، والنجاح الشخصي. الكتاب هو المفتاح، لكن الإصرار والنية الجادة هم الباب اللي هتدخلوا منه وتبدأ تغير حياتك. ابدأ من دلوقتي، خليك جاهز تفتح أي كتاب وتستفيد منه. دايماً في حاجة جديدة تنتظرك.